ازيكم يا بنات يا امارات، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير، وبسعد جدا بتعليقاتكم. ربنا يخليكم ليا يا رب، وما يحرمنيش منكم ولا يحرمكم مني. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه سمك مكاريل بالبطاطس والقوطه والفلفل والبصل. يا رب تجنن بجد، كان الطعم يعني فوق الروعه بشويه. بجد كان طعم جميل جدا، يعني قعدنا ناكل لحد ما قلنا كده خلاص مش قادرين. شايفين البطاطس مستوية اهي، هوريها لكم. جميلة جدا والله، يعني اللي حد خايف ان البطاطس مش هتستوي، لا هتبقى معاكي جميلة وتحفة. على فكرة سمك المكاريل غير السمك التونة، المكاريل اللي بيكون اغلى شوية، بس بجد طعمه تحفة، هيعجبك جدا. وكوباية بقى حاجة ساقعة كده، عشان السمك بيكون عايز وراه حاجة كده تهضم، او كوباية شاي يعني. هنغسل بقى السمك بتاعنا كويس جدا جدا، وبالذات من عند السلسلة. وهنقطع، انا جايبة 2 كبار، انتي تقدري تجيبي الكمية اللي انتي عايزاها. انا جايبة 2 كبار والله، والحمد لله قضيتنا والحمد لله. هنقطع بقى 3 قطع بالشكل ده. انتي عايزة تشيلي الراس شيليها، يعني انا شلت حاجات كده منها وسبتها الراس عادي. شايفين الجزلة السمك عاملة ازاي؟ السمك جميل. والحتة دي اللي انا بشاورلكوا عليها بيكون فيها حاجة سمرة كده رفيعة، لازم تشيليها عشان ما تعملش معاكي مرارة. بعد ما غسلناه هنحطه في المصفى ونعصر عليه ليمونة كبيرة، وهندخل كده الليمون فيه وهنسيبه لمدة 10 دقايق. اي زفارة في السمك بعد ما غسلتيه هتنزل اي زفارة في السمك. هنقطع الخضار بتاعنا، هنجيب بصل، 3 بصلات، قرنين فلفل حمر على قرنين فلفل اخضر، كام فلفلة رومي، كام واحدة طماطم، يعني ايه الخضار اللي انت تحبيه بتزودي فيه الخضروات، علشان احنا هنغمسه بالعيش. وهقطع بطاطس برضو دلوقتي. هقطع بقى البصل بالشكل ده، هنشيل الحتة دي عشان ملهاش لازمة، تبقى ناشفة كده ومش حلوة يعني، هنشيلها. هنقطع بقى البطاطس بالشكل ده. يا بنات السمك المكاريل بيبقى اغلى من السمك التونة، بس السمك التونة مبيبقاش فيه لحم زي السمك المكاريل، والطعم كمان مش بيبقى حلو زي السمك المكاريل. السمك المكاريل بجد بيكون طعمه رهيب، بجد جربيه. يعني الكيلو كان ب65، التاني الكيلو بيبقى ب45 او ب40، يعني مفرقتش كتير. هنحط هنا على البصل شوية ملح، شوية زعتر بودر، شوية بهارات سمك، وايه تاني، وكمون. هندعكم كده في بعض. لو ما عندكيش بهارات سمك اللي هي ال7 بهارات مفيش مشكلة. هنحط شوية زيت بقى في في الصينية بتاعتنا. وهنجيب بقى ايه الطماطم، هنقطعها التقطيعة اللي انت تحبيها، عايزة تقطعي مربعات تقطعي كده بالطول، قطعي التقطيعة اللي انت تحبيها، بس كتري كده الخضروات ان تعرفي كده تغمسي كده بالعيش بالسمك، صراحة بيبقى طعمها ايه حلو. ما تقطعيش الخضار صغنن جدا، ليه؟ عشان ما يتهريش معاكي، يعني اما بعد ما يستوي ما يدوبش معاكي وما يبانش في قلب الوصفة بتاعتك. قطعنا الطماطم خلاص. هنجيب بقى الفلفل الرومي، هو الفلفل صغير، رحت مطبقاه كده في ايديا، ورحت ايه مقطعاه بالشكل دوت اهو زي ما انتم شايفين كده. وهنجيب برضو فلفل حامي، لو انت بقى الفلفل الحامي ده بيطلع معاكي كده الطعم جميل. انا قطعته كده كبير شوية عشان هحطه على الوش، عشان اللي مش حابب يتجنبه يعني. هقلب بقى كل الخضار في بعضه. هجيب بقى معلقة توم مهروس، معلقة توم مفرومة يعني كبيرة، ومعلقة هريسة شطة كبيرة، وكام ليمونة. الليمون ده اساسي في قلب السمك، يعني انا جبت 3 ليمونات. وبقية البهارات اللي انا قلتلكوا عليها حطيتها هنا، البهارات اللي انا حطيتها في السمك بقية البهارات حطيتها هنا، الملح والكمون والزعتر البودر. الزعتر البودر صراحة اداله نكهة حلوة. وبهارات السمك. هنجيب بقى هنحشي السمك بتاعنا من جوه اهوت. لازم تدي السمك لحمة السمك طعم، يعني ما تروحيش بقى حطها في الصينية كده على طول، لا تبلي السمك عشان السمكية ذات نفسها تطلع معاها طعمها حلو.
وادي البطاطس لازم تقطعيها شرايح رفيعة شوية علشان خاطر ما تبقاش معاكي نية، عشان السمك ما بياخدش سوا انتوا عارفين. هنحط بقى، شايفين التتبيله اللي انا كنت عاملاها بالثوم وهرسة الشطه والليمون والكلام ده. حطيت معلقتين كده كبار في قلب الخضار بتاعنا. مش قادره اقولك، وديتها في حته تانية بجد، وديته كده في حته تانية. الطعم كان رهيب. صينيه السمك دي كانت كده عالميه بجد. عجبت جوزي جدا وعجبت حماتي جدا، يعني ما شاء الله عليها، كانت تحفه. هنجيب بقى ايه، عايزين تحطوا شويه بصل وطماطم اللي انتوا قطعتوه في قلب السمك عادي، مش عايزين براحتكم جدا. وهنحط شويه طماطم والبصل برضو على وش السمك اهوت. هو انتوا يعني انا المفروض كنت قسمت البصل والقوطه نصين، نص كنت حطيته تحت السمك، والنص التاني كنت رشيته كده على الوش. والبطاطس لازم تحطوها تحت، ما تحطوهاش على الوش عشان خاطر هتاخد سوا اكتر من السمك، يعني حاجه بسيطه. فانا حطيتها تحت عشان هي تاخد ايه السوا كله. شايفين صينيه السمك شكلها وهي نية تجوع. قشر الليمون انا ما رميتهوش، حطيته في قلب الصينيه اهوت. ادى طعم حلو جدا. اما بيغلي كده مع السمك بيدي طعم حلو جدا. الفلفل اللي انا مقطعاه رشيت حطيته برضو على الوش، ورشيت شويه زيت، وبقيت هرسة الشطه والليمون والثوم وكده حطيتهم برضو على الوش، ودخلته الفرن لمدة ربع ساعة. ما طولش على فكرة، لمدة ربع ساعة و5 دقايق كده خد وش من فوق. حطيته على درجة حرارة 170 180. وادي الشكل بتاعه بجد يا بنات، اقسم بالله كان طعمه حلو جدا جدا. جربي الوصفة بتاعتي مش هتندم. يلا مع السلامة.